هي مش موجودة في العربي عشان كده مثلا مش عارفين ننطقها صح. لا هي موجودة. عارف مثلا زي كلمة لما تيجي تنادي على حد وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وحال. النهاردة عندنا حرف مميز جدا 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 جدا، وهو حرف ال L. وفعلا من الحروف ان لو اتقنتها هيبان عليك جدا انك متمكن من الاكسنت. ليه؟ لان معظم الناس بينطقوا الحرف ده غلط، وهو فعلا بيميز قوي 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 الامريكان اكسنت وحتى البريتش اكسنت، لان هو ليه نطقين. لو نطقتهم صح واتقنتهم هيبان للشخص اللي قدامك ان انت متمكن، وممكن كمان يعتقد انك native speaker. تعالوا مع بعض ندخل بسرعة ونشوف ايه هما two sounds of letter L. اول حاجة واحد اسمه light L والتاني اسمه dark L. light L dark L. طيب اللايت L نطقه ل ل عادي جدا، اللي هو بيتنطق عادي جدا ومعروف. طيب الدارك ال اللي هي اللام المفخمة، حرف ال مفخم فبقوله او او. شوف الفرق، ل او ل او. تعالوا نشوف مع بعض ده امتى بيتنطق وده امتى بيتنطق. اول حاجة لللايت ال هي ان يكون في بداية الكلمة او بداية السيلابل المقطع. again بداية الكلمة او بداية المقطع ويتبعه vowel، ده شيء طبيعي. زي مثلا love love love، اول الكلمة بعديها vowel يبقى light l. ما اقولش love، لا love عادي جدا بسيطة وخفيفة. love light. زي ايه كمان؟ زي lemon lemon lemon، برضو عادي جدا. طيب ندخل على الدارك ال اللي لو اتقنتها هتبقى فعلا بجد زي النيتيف سبيكرز. الدارك ال زي ما قلنا بتتنطق او او او، مفخمة. هي مش موجودة في العربي عشان كده مثلا مش عارفين ننطقها صح. لا هي موجودة. عارف مثلا زي كلمة لما تيجي تنادي على حد وتقول له يلا يلا، لا لا لا، بتقول له يلا ولا بتقول له يلا؟ يلا. شفت مفخمه ازاي؟ مالكش حجه يعني، اكيد بتعرف تقول يلا صح، ما بتقولش يلا. اوكي، فتعالوا نشوف الشروط اللي تخليني انطق الدارك L. The first thing is at the end of the word، آخر الكلمة or آخر المقطع. At the end of the word or at the end of the syllable after the vowel. يعني تكون آخر الكلمة أو آخر المقطع وقبليها حرف vowel يفخمها لي يعليها لي يخليها قوية. زي إيه؟ زي مثلا call call، ما قلتش call. call. مثلا milk milk. طيب هنا جاية بعد vowel فأقول milk milk، ما أقولش milk. no milk. إيه تاني؟ cool cool cool، ما أقولش cool. cool. wow that's cool that's cool. فخامها كده وما تخافش ما تقلقش، هو ده النطق الصحيح للدارك L. طيب كمان عايزة أقولك على حاجة، أنت هتلاقيها لا إما قبليها vowel يا بعديها consonant. قبليها vowel زي كلمة milk، قبليها vowel وبعديها consonant، فهنا هتبقى dark L. يا رب تكونوا استفدتوا، وزي ما بقول دايما في كل فيديو practice makes perfect. فدلوقتي جه وقت البراكتس. تعالوا دلوقتي نشوف بعض الكلمات اللي فيها light L و dark L. Light L, lift, leg, language, late, lie. Dark L, mall, ball, school, apple, file.